ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، رمضان كريم عليكم. القصة النهاردة عند أبو محمد. عمك الحاج بقى أبو محمد عمل ايه؟ نده لمحمد قال له خد يا قلة. محمد جاله قال له ايوه يابا عايز ايه؟ قال له روح هات لنا شوية لفت من الزلعة اللي احنا مملحين فيها اللفت. دخل له جوه. ده طبعا مين؟ محمد دخل جوه المطبخ عشان يجيب ايه؟ شوية لفت من اللي ايه؟ الزلعة دي ولا القدرة اللي هما بيعينوا فيها دي، عاملين فيها المخلل. محمد حط ايده في قلب الزلعة، ما عادش عارف يشتلها منين، ما عادش عارف يشيل ايده ايه من الزلعة تاني. الراجل دخل فيها يا محمد انت في ايه؟ مش عارف تشيل ايدك، طلع ايدك. يقول ابدا لا يمكن ايده تطلع من الزلعة. يا ام محمد تعالي شوف محمد في ايه؟ في ايه يا ولا ماله ايده؟ إيه؟ مش عارفين، فكروا بقى يعملوا ايه؟ هنقطع له ايده. ندى للناس اللي في الشارع، ناس حواليهم، تعالوا كده شوفوا محمد ايده مش راضيه تطلع من الزلعه، نعمل ايه؟ طب نكسر الزلعه، طب نقطع ايد محمد. نقطع ايد محمد. فكر فيها شويه كده، طب ايه دي؟ طب نكسر الزلعه. قال لهم ابدا الزلعه ما تتكسرش، دي بتاعت جدي وانا عيني حاجه للزمن، حاجه حلوه. طب ايد الولد لا ممكن نقطعها له، بقى نعمل ايه؟ الناس فكروا كده، قال لك لا احنا ننده لدكتور كويس هو يجي يشوف الموضوع ده، عشان حتى لو قطعنا ايد محمد يبقى دكتور هو اللي فاهم في الموضوع ده. نزلوا شافوا كده دكتور. اجى الدكتور بص كده قال له في ايه؟ قال له مش قادر اطلع ايدي يا دكتور. قال له انت ماسك ايه؟ قال له ماسك لفته. قال له سيب كده اللفتايه. راح سايب اللفتايه، راح مخرج ايده. ابوه بص له وبص للناس قال لهم شفتوا الطب اتقدم ازاي؟ اهو احنا كان ممكن نقطع ايد الولد، الطب اتقدم والله.